مش اتعرف عليكم سريعا، بتكلموني منين؟ البيزنس بتاعكم ايه؟ آم، و آه، ماشي، يعني اللي من مصر يوضح اكتر مصر فين؟ القاهرة، اسكندرية؟ آه، ماشي. سلمى سيف، اسلام واضح، لودن كلير، مية مية. alright، ماشي. آم، خليني ادمت الناس. اهلا بيك يا محمد، احسن ناس الرياض. بمناسبة بقى الكلام على الكورة وكأس العالم اللي متابع، توقعاتكم لماتش مصر ومصر ضد الأرجنتين؟ أنا متفائل، وإن شاء الله مصر يعني تعملها. توقعاتكم بقى للماتش يعني للي متابع؟ ربنا يستر بس. محمد إسماعيل الرياض، أيمن اسكندرية، 6 أكتوبر مجال الترجمة. سيف الدين يسري، ازيك يا سيف؟ عملية كبير. كايرو، منار، مدينة نصر، محمد الجيار، اي ار بي سيستمز السعودية، الدمام، المهندسين. ان شاء الله عندي طموح لكأس العالم. لا، انا بالنسبة لي لحد كده اللي هم عملوه، كتر خيرهم يا صبري. فتمام، احنا يعني كنا بنتشعبط في ان احنا بس نخش بس كأس العالم دلوقتي. وصلنا لمرحلة كويسة، فمبسوط بيهم يعني. مهند عبد الكريم، القاهرة، بي بي او، اهلا بيك. ايجيبت والوين 2-1 يا رب. انا مرادي بنص نص جون. اي اي سولوشنز، شركة اي اي اوتوميشن من القاهرة. حلو، حابب اسمع منك فيدباك على السيشن النهارده، يا رب تكون مفيدة. منصورة فينتك، محمد حسين اسكندرية، مية مية. طيب، خلينا نبدأ. آم، وادخل الناس اللي في الويتنج هم. alright، حلو قوي. ماشي. اعرفكم نفسي سريعا للناس اللي لسه جايه اول مره تحضر معايا. انا اسمي ايهاب درويش، انا مؤسس لاسكالا. اسكالا هي شركه متخصصه في ان هي تساعد الشركات، خصوصا البي تو بي منها، ان هي تبني جو تو ماركت انجنز باستخدام اوتوميشن انجنز بالايميل واللينكدين. فمينلي بنستخدم ادوات للكلاينتس اللي احنا بنشتغل معاهم، زي سمارت ليد، زي كلاي، زي انستنتلي، ليمليست، هي ريتش، ايم فوكس وغيرهم. وبنحاول ندخل الاي اي في ان هي توفر علينا شويه وقت. وساعدنا كلاينتس كتير بقى في مصر والسعوديه والامارات وغيرها، منها اسامي ممكن يكون معروف لحضراتكم، زي فوري في مصر، وسويفل، زي زين اتش ار، وبيزات في السعوديه. ومؤخرا بدأنا نهتم ان احنا كمان نعلم الناس ايه اللي احنا بنعمله مع الكلاينتس، وازاي بنقدر نجيب لهم ليدز باستخدام الاي اي والتولز. فالنهارده اخترنا توبيك بتسأل عليه كتير. انا ه... مش هقول ان انا اكسبرت في مجال الاي اي. انا هقول اللي انا بعمله وبشتغل عليه، والسيناريوهات فيها عاملة ازاي. فالنهارده هتكلم على كونسبت. انا شايف ان في ناس كتير في مجال السيلز بتفكر ازاي اقدر اوتوميت ريسيرش، بروسبكتنج، ان هي تجيب لي بيانات، ان هي تبعت معلومه، او تتواصل مع ليد، وهكذا. فانا مش هتكلم على حاجه معقده النهارده، احنا هنتكلم على حاجه بيسك. النهارده هغطي كمان فيها 3 ادوات، يعني مش هحاول اعمق وازود في الادوات كتير، ولكن اللوجيك هيوصل لكم، وان شاء الله السيشن تبقى مفيده. قبل ما ابدا، عايز اسالكم سؤال. آم، انت في السيلز، اغلب الناس اللي معانا اتوقع يا اما هو فاوندر في شركه، يا اما شغال بزنس ديفلوبر، او شغال سيلز اند ماركتنج، غالبا في حاجه بي تو بي. خلاص. فالسؤال هو، انت الريسيرش على الليد بياخد منك وقت قد ايه؟ النهارده اغلبنا بيحاول يبعت ايميل، يجيب رقم تليفون، او يبعت لحد على الواتساب، او حتى يجيب رقم تليفون ويتصل.
كلنا بندور دلوقتي على ازاي اقدر اجيب داتا احسن، كواليفايد، ازاي اقدر اجيب ده. تمام. وازاي الاي اي والاوتوميشن يقدر يساعدني في ان انا انجز وقت. فعمليه الريسيرش، عمليه والتنقيب عن العملاء والبروسبكتنج، دايما عمليه بتكون يعني بتاخد مني وقت. يعني محمد حنفي بيتكلم على ان هو بياخد على الاقل ساعه في الريسيرش، ام اي كي 10 دقائق ريسيرش، خمس دقائق فور اوتريتش. فتخيل معايا كده، خلينا نحط ارقام. انا النهارده لو كل ليد هتواصل معاه او هبعت له او هكلمه او ايا كان ايه الاكشن اللي انا هعمله، خد مني بس 10 دقائق او 5 دقائق، فده معناه ان ال 100 ليد هياخدوا مني وقت كبير جدا. يعني ما اعرفش ده هيبقى كام ساعة، بس هياخد مني وقت كبير. وغالبا عملية التنقيب والريسيرش بتتضمن جواها مهام بتتكرر، يعني مهام بتكون مملة، وغالبا انا بعمل نفس المهمة، بفتح البروفايل ببص على نفس الحاجات وبقعد اكررها. غالبا ببقى عايز ابص على كي وورد معينة جوه الاكونت بتاعه، او كي وورد معينة موجودة على الموقع، آه، او بدور على معلومة معينة. المعلومة دي هي اللي بتقول لي هم تمام او لا. خلاص. فبقى متاح دلوقتي النهارده اسهل من اي وقت فات ان انا ابني لوجيك يخليني أأتمت أو أعمل أوتوميشن لحاجات مملة، زي زي التنقيب والبحث، وإن أنا أعمل أقررها. خلاص. فالمشكلة مش مشكلة السيلز، أو مش مشكلة البيع. المشكلة الوقت، أو البيزي ورك اللي بيحصل حوالين عملية البيع. من ان انت تريسيرش عنه، من ان انت تتاكد ان الليد ده فت، الشركه دي فت، الشخص ده بيفت التارجتنج بتاعي. تمام. وبعدين ادور على الكونتاكت انفو، ايميله، رقم تليفونه، اروح على ابولو، اروح على لوشا، اروح على سيجنال هاير عشان اجيب رقم تليفون الليد، وبعدين ابديت ده على السي ار ام، وبعدين اشوف بقى انا هتواصل معاه على اي قناه. وده يتكرر، يعني العمليه دي تقعد تتكرر. كل ده اجزاء كبيره جدا منها ينفع تتأتمت، وانا مش مع فكره ان 100% من الشغل بتاع السيلز هيتأتمت. لازم يكون في هيومن ان ذا لوب، لازم يكون في بني ادم في النص بيتاكد، بيتاكد من صحه المعلومه، وبيفاليديت اذا كان الاي اي عمل اللي عليه وصح ولا لا. تمام. طيب. فالايجنت ممكن ابني لوجيك. اللوجيك بيبدا من ان هو بيتابع مثلا بروفايل اللينكدين عندي. لو في حد عمل كومنت، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا هشتغل عليها النهارده وهوريها لكم لايف وهنبنيها سوا، هو ان انا من ضمن الحاجات اللي انا بعملها هو ان انا بكتب محتوى. اعتقد اغلبكم شافوا الويبينار من اللينكدين عندي. آم، ف آه، اخد بوست من البوستات اللي منزلها، وابص على البروفايلات اللي عملت كومنت او عملت لايك او عملت اي اكشن عندي، وادخلها جوه الانجن بتاع الاوتوميشن، وهو يكواليفاي الليد، ويدور على ايميله ورقم تليفونه، وبعدين يبعت لي رساله على السلاك يقول لي ان في كواليفايد ليد عمل كومنت عندك، ادي ايميله، ادي رقم تليفونه، ادي بيانات التواصل بتاعته. ده الكيس اللي انا هتكلم عليه النهارده. سهله جدا، وفعلا لو هتبنيها مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق، ربع ساعه. هنبنيها سوا وهوريكم الموضوع قد ايه سهل دلوقتي. تمام. فان انا اسحب البيانات من لينكدين، حد عمل كومنت، وبعد كده يروح على كلاي، وكلاي يعمل عمليه الريسيرش والاوركستريشن بتاع الداتا، يكواليفاي الليد. لو الليد تمام، ابعت لي مسج على السلاك. ده اللوجيك اللي احنا ان شاء الله هنغطيه النهارده. فخليكم معايا ان شاء الله. يعني في النص التاني من السيشن هعملها لايف واوريها لكم. بس قبل ما اروح، خلينا نسأل، هو يعني ايه اي اي ايجنت؟ يعني برضو الكلمة دي بقت ترندنج. ناس كتير قوي بتحس ان هي حاجة معقدة وصعب
ان انا ابنيها، وفي ناس بتفكر ان عشان انا ابني الاي اي ايجنت بتاعي آه، محتاج مني ان انا اكون مهندس، او محتاج ان انا هندس الموضوع. والموضوع لا، مش محتاج هندسة قوي. هي محتاجة هندسة في طريقة التفكير، بس مش محتاجة مني ان انا اكون سوفت وير انجينير عشان اقدر اكود او اكتب حاجات فيها اي تعقيدات. في حد بيسأل السيشن قد ايه؟ السيشن ان شاء الله ساعة، ممكن اقل يعني، ان شاء الله نخلص قبل الساعة 10. والسيشن كده كده ريكوردد يا جماعة، وهنبعتها لكم بإذن الله بعد ما نخلص. غالبا مش هيبقى النهاردة، فغالبا اليوم اللي بعده بكرة هتتبعت لكل الناس اللي سجلت. تمام. فالاي اي ايجنت ما هو الا سيستم بيتعامل مع اهداف وبيأكسس معلومات. تمام. وبيعمل قرارات. يعني هو الجديد ان الاي اي ايجنت دلوقتي اتطور ان هو يقدر ياخد قرار، تمام، يفكر فيه ويطلع لك ناتج، او ياخد اكشن، يعني يعمل اكشن بناء على الفكرة او التفكير اللي هو عمله. تمام. فبقى عنده ريزنينج، يقدر يحلل، يقدر يقرر، ويقدر ياخد اكشن بناء على المعطى اللي انت اديته له. فانا النهارده مش هتكلم على حاجات معقده، انا هتكلم على سيناريوهات بسيطه فيها لوجيك، فيها مثلا اتنين او ثلاثه اكشنز، ونشوف ازاي نقدر نعملها ونوفر على نفسنا مثلا الكام ساعه اللي بتحصل عندي في الريسيرش. تمام. آم، ف ال 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 آم، الفرق ما بين البرومبت اللي انا بعمله على شات جي بي تي، عشان برضو انا بشوف ناس كتير بتعامل الشات على الشات جي بي تي او على كلود معاملة العبد الاسود، اللي هو بص خد الاكسلاية دي فيها 1000 شخص، خش بقى اعمل لي ريسيرش على كل واحد منهم، وطلع لي مين فيهم سي اي او، وروح دور لي على رقم تليفونه، ودور لي على ايميله. مستحيل الناتج حتى لو انا مشترك على البريميوم بلان. ف... فاستخدامي للاي اي جوه الشات ما بقاش كافي ان هو يطلع لي النتائج اللي انا عايز اطلع بيها. وحاجه برضو الناس مش عارفاها، ان الاي اي مش بتاع مالتي تاسكينج قوي. يعني انا صعب ان انا اروح اقول للاي اي اعمل الاكشن ده، واعمل الاكشن ده، واعمل الاكشن ده، اعمل الاكشن ده، كل ده في برومبت واحد. تمام. الشات جي بي تي الشات مفتوح عشان انت تساله برومبت يرد عليك على قد السؤال، والموضوع يبقى رايح جاي. مش الشات مش معمول عشان يبقى فيه عمليات معقدة وفيها الكثير من التفكير وترتيب لتاسكات وبريوريتيز ليها. تمام. الليفل التاني اللي هو الاوتوميشن، هو ان انا ابقى حاطط اف كونديشن، واقول له لو حصل كذا اعمل كذا من غير تفكير. يعني هو لو قلت له لو دي يس اعمل يعني خلي الداتا تعدي من ال 3 دي، لو هي نو ما تعملش حاجه مثلا. ده الاوتوميشن. الورك فلو ان هي تكون خطوات بتسلم بعض. فخطوة بتحلل بت بترتب الداتا بشكل معين، الخطوة التانية بتبعتها لأداة تانية، الأداة التانية بتاخد فيها أكشنز، وبعدين فالورك فلو بيكون متعدد الخطوات. ال AI agent هو إن أنا أكون بعمل الورك فلو، وبيبقى فيها شوية ريزنينج، ان انا بخلي الاي اي يفكر في الحاجة، يحللها، يغير فيها، وبعدين ياخد اكشن بناء على ده. وده الجديد، ان الموضوع دخل في ان هو كمان يقدر ياخد قرار ويعمل اكشن عليها. وبعدين في الاوتونوموس ايجنت، ده بقى اللي هو اللي بيحط لنفسه الخطوات بناء على المعطى اللي بياخده، وفي الاخر بيتعمل. انا النهارده هتكلم على الجزء ده، الورك فلوز والايجنتس بشكل مبسط، وان شاء الله تكون مفيده لحضراتكم يعني. طيب، الاي اي ايجنت في السيلز اقدر استخدمه في ايه؟ اقدر استخدمه في ان هو يكواليفاي، يوفر عليا وقت، يسمرايز، يدور لي على بيانات التواصل بتاع الشخص باستخدام ادوات مختلفه. آه ف فالفلو دايما بيبقى ماشي، او الستبس بتاعتها: حط جول للايجنت،
انا محتاج اقول له ايه ايه الجول اللي احنا عايزين نوصل له، ايه ايه المطلوب يعني. وبعدين بقول له ايه الانبوتس، ايه إيه المدخل اللي هديهوله. وبعدين بديله كونتكست، الكونتكست اللي هو السياق. ايه الحاجات اللي انت ايه الحاجات اللي انت محتاج تتعرف عليها، ايه السيناريو اللي احنا جواه. تمام. تولز، ايه الادوات اللي انت ممكن تروح تستخدمها. فمثلا ممكن اقول له لو الليد ده لو الليد ده متوفر فيه المواصفات دي، روح دور عليه على مثلا على تولز معينه، فهربط التولز اللي انا هستخدمها معاه. رولز، ايه الكونديشنز اللي حرمني بيها اللوجيك بتاعي. الاوتبوت، المخرج شكله عامل ازاي، الفورمات بتاعه عامل ازاي. وبعدين بتست، بجرب على عدد صغير. وبعدين بديبلوي وبعمل على الليست الكبيره، مثلا لو هي ليست كبيره. خليني اتكلم على تفاصيلها واحده واحده دلوقتي. تمام. بس تاني اللوجيك اللي انا هتكلم عليه النهارده ان انا عايز ابني ايجنت. حلو. الايجنت ده بيبص على البروفايل عندي، بياخد ال 82 كومنت للناس اللي عملوا كومنتس عندي. فانا عندي مثلا البوست ده 82 كومنت، البوست ده 2 كومنت و8 ريشير اند سو اون. اقدر ابني ايجنت، الايجنت ده يخش يسحب بيانات ال 82 كومنت دول، ويروح يفلترهم، يشوف البيزنس موديل بتاعهم بي تو بي ولا لا، يشوف التايتل بتاع الشخص ده صانع قرار او مش صانع قرار، ولو هو صانع قرار ايه الاكشن اللي هو هياخده، ولو هو مش صانع قرار ايه الاكشن اللي هو هياخده. تمام. فهتكلم عليها. تمام. وهتكلم على الرولز بتاعته. وفي النهايه انا عايزه يبعت لي رساله على سلاك بيقول لي في كواليفايد ليد، ادي بياناته اهي. خلاص. طيب. آم، عشان اعمل السيت اب بتاعي مظبوط، انا محتاج يبقى عندي بيانات موجوده، ودي مهمه جدا في الاداه اللي انا هتكلم فيها النهارده، وهي كلاي. البيانات دي هي الكورنر ستون اللي انا لازم ابدا بيها اي تيبل جوه كلاي. خلاص. اللي ما سمعش عن كلاي، كلاي هي اداه بتعمل داتا انريتشمنت. يعني هي بتساعدني في ان انا اعمل اثراء واظبط الداتا بتاعتي، وازود عليها بيانات. تمام. والمميز في كلاي ان هي بتنتجريت، بتقدر توصلها بادوات تانية، وهوريكم ده ازاي دلوقتي. ولكن كلي البيانات المهمة اللي أنا لازم أدخلها اسم الشخص، بروفايل اللينكدين بروفايل بتاعه. دول أهم اتنين، يعني الاسم واللينكدين بروفايل. ولو أنا هشتغل على مستوى شركة، مهم إن أنا يبقى معايا دومين الشركة أو بروفايل اللينكدين بتاعها. تمام. آم، الخطوات واحدة واحدة. أنا بخش ببني الإيجنت، بقول له، بديله البرومبت. والظريف ان كلي بيديني اوبشن ان هو يكتب لي البرومبت. يعني مثلا اقول له انا عايز اعمل كذا كذا كذا، عايز اشوف الشركه دي بي تو بي ولا بي تو سي. تمام. اقدر اكتبها له باللغه بتاعتي، وهو يكتب لي البرومبت ويوريهوني، ويقول لي لو البرومبت تمام انا هرن عليه. تمام. فاول خطوه هو ان انا عايز افهم ايه التاسك اللي انا عايز انفذها. عايزه يشوف لي البيزنس موديل بتاعهم، او عايزه يشوف لي هل هم ساس او مش ساس، او عايزه يشوف لي هل الشركه دي اي كوميرس او لا، او عايزه يشوف لي هل الشركه دي الاي ار بي سيستم بتاعها اودو، او عايزه يشوف لي هل الشركه دي النهارده بتعين ولا لا. ففي اكتيفيتيز كتير، او في تاسكات كتير انا كحد في السيلز بعملها، انا عايزه يبص لي عليها. فانا اول حاجه محتاج اديفاين ايه التاسك اللي هو محتاج يشتغل عليها. تمام. تاني حاجة محتاج اشتغل عليها هو ايه الانبوتس اللي انا هحتاج اديها له عشان يقدر ينفذ التاسكايه دي. فمثلا انا لو عايزه يبص على بروفايل لينكدين شخص، انا محتاج اديله البروفايل بتاع الشخص. لو انا محتاجه يبص على موقع يشوف لي هل هو اي كوميرس ولا لا، انا محتاج اديله اللينك بتاع الموقع ده. لو انا محتاجه يخش على يخش يتفرج على فيديو على يوتيوب، انا محتاج اديله اللينك بتاعه. فالموضوع مش محتاج كلام، انا محتاج اعرفه ايه الانبوت اللي هو هيشتغل عليه، ايه المدخل اللي هو هيشتغل عليه. تمام. آه
والخطوه اللي بعدها انا بستخدم فيتشر جوه كلاي اسمها كلاي جنت، ودي الفيتشر اللي ما فيش ناس كتير عارفه ان هي فيتشر مجانيه جوه كلاي، تقدر تبني بيها الايجنت بتاعك لما تركب على كلاي جنت الشات جي بي تي اي بي ايز بتاعتك. عشان بس الناس تبقى عارفه، شات جي بي تي انت تقدر تعمل اوبن اي 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 بي اي اكونت. تمام. انت هتلاقي فيه البلاتفورم بتاع شات جي بي تي. حلو. آه، بتعمل اكونت وبتربط عليه الكريدت كارد بتاعك وبتشحنها. يعني هي الموضوع مش بالشهر، الموضوع بيبقى بالكريدت، اللي هو انت بتشحن ب5 دولار فبتاخد ب5 دولار اي اي، والاي اي ده بتستخدمه بقى في ان انت تبني الايجنتك ورك بتاعك باستخدام التوكنز بتاعت شات جي بي تي. تمام. فانا اقدر اركب على كلي الاي بي اي بتاع اوبن اي اي او شات جي بي تي، اركبها على كلي واستخدم التوكنز بتاعتي في ان انا اعمل عمليه الايجنت. فاللي انا هتكلم عليه النهارده هو حرفيا ممكن اعمل الريسيرش على 100 ليد بحفنة من الدولارات، مش عشرات، احنا بنتكلم في مثلا نص دولار يخليه يبص لي على 100 كونتاكت مثلا. تمام. أم، فهتكلم هنا يعني هوريكم البرومبت بيتعمل ازاي والكلاي ايجنت ببنيه ازاي. تمام. بس حبيت برضو اتكلم على يعني ايه كلاي ايجنت. كلاي ايجنت هو الايجنت اللي ببنيه جوه كلاي عن طريق ان انا اربطه ب ال ال ام او شات جي بي تي او ما شابه. تمام. آه، رابع خطوه هو ان انا احدد شكل الاوتبوت ايه. يعني اقول له انا عايزك تطلع لي المخرج مثلا، آم، تقول لي ان الشركه دي بي تو بي او بي تو سي او ما مش انت مش قادر تقرر، انت كاي اي مش قادر تقرر هو بي تو بي ولا بي تو سي. تمام. هل الليد ده كواليفايد للكرايتيريا اللي انا حاططها او لا؟ هل انت لقيت ايميل الشخص ولا لا؟ ولو لقيته طلع لي الايميل بتاعه. وكذا انا عايز احط شكل المخرج اللي هو عايز يطلعه لي. تمام. الخطوة الخامسة هو ان انا اتست على عينة صغيرة. ليه؟ الاي اي اوقات بيبقى مكلف لو انا عملت الاوتوميشن بتاعي على على داتا كبيرة، على 1000 كونتاكت مثلا. فقبل ما اعمل ارن الاي اي والاوتوميشن على ال1000 شخص، انا محتاج اتست على اول 5 او على 10. ولو النتيجة شفتها مرضية على أول 5 أو 10، ديبلوي على بقية الليستة بتاعتك على ال1000. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل زي كواليتي أشورنس كده، إن أنت تتأكد إن الأوتوميشن اللي أنت بنيه آه يعني بيطلع لك النتائج اللي ترضيك. لأن عمر ما الاي اي يعني في أول رن دايما يطلع لك نتيجة ماشية مع اللي أنت عايزه بالظبط. تمام. وفي الاخر الستيب الاخرانيه اقول له باشا هات لي بقى ايميل الشخص ده لقيته ابعته لي على سلاك. فاللوجيك ده هفتحه لكم دلوقتي وهوريكم ازاي بيتعمل على كلاي، وهنحط تايمر نحسب بنيناها ازاي خطوه بخطوه. طيب. آم، شويه حاجات ناخد بالنا منها، لان برضو انا شفت ناس كتير مش عارفه الفرق ما بين المودلز صراحة. ولا أنا يعني كل اللي أنا عارفه إن في موديلز كل شوية ال AI بيطلعها. تمام. فشات جي بي تي عنده كان بدأ بالفور وبعدين 4.1 4 او 4 ميني 5 5.1 5.2 5.5. كل واحدة من الموديلز دي بيكون احسن في حالات معينه. يعني في موديلز بتكون اقوى في الريزنينج، في حاجات فيها تفكير كتير. وفي موديلز بتبقى بسيطه قوي بتشتغل على تاسكات صغيره. هديك مثال. لو انا عايز الاي اي يخش يسكريب ويب سايت كامل، يخش يفتح الويب سايت يخش على كل المحتوى اللي فيه ويحلله ويطلع لي آه، ويطلع لي محتوى مختلف عن اللي في السايت. يعني مثلا لو انا عايزه يكتب لي ايميل بناء على محتوى
اراه في الويب سايت. الريزنينج هنا هيكون عالي شويه، فانا هحتاج اختار موديل عالي عنده ريزنينج كابابيلتيز عاليه. في حين ان اوقات ببقى انا عايزه يروح على الويب سايت ويروح يجيب لي كلمه معينه، يعني هو يخش يدور، اول ما يلاقي الكلمه دي يرجعها لي يقول لي الكلمه دي موجوده. تمام. ده مش محتاج ريزنينج كبير، التسقيه بسيطه. فانا هحتاج هروح لموديل رخيص نسبيا يقدر ينفذ لي التاسكيه دي. طب هعرف ازاي؟ انا بسال ايه؟ بسال للاي اي، بروح اسال كلود او بسال شات جي بي تي، اقول له بقول لك ايه، انا التاسكيه اللي انا عايزها هتعمل واحد اتنين تلاته، ايه الموديل اللي تريكومنده لي استخدمه ما يبقاش مكلف؟ فيقول لي استخدم الموديل ده. تمام. بس هي المودلز الجديده، اجدد مودلز لشات جي بي تي اللي هي 5.5 او 5.4، دول بيبقى عندهم شويه ريزنينج كابابيلتيز كويسه. ولو انا عايز اروح لحاجه الريزنينج فيه مش عالي ورخيص، هروح لل 5.4 ميني او النانو بتاعها، بيبقى رخيص نسبيا. تمام. آم، بس حد هيسألني طب انا بحب كلود اكتر. تمام. كلود عايز تستخدم جيميناي، عايز تستخدم ايا كان، الكونسبتس واحده. يمكن كلود البروبلم سولفينج سكيلز فيها اعلى، بس هو اغلى بكتير. يعني كلود حراق قوي في التوكنز. فانا في الايجنتس الصراحه شات جي بي تي بيبقى كوست افيشنت اكتر. تمام. شويه حاجات ممكن تخرب مننا دايما، الاي اي بيهالوسينيت، فبيهيس او بيخرف. دي حاجه متعارف عليها. بتحصل امتى؟ بتحصل لو انا اخترت موديل الريزنينج قليل بتاعه واديته تاسكايه تقيله عليه. ماشي. واوقات حتى وانا بختار موديلز كويسه بيبقى في نسبه، يعني بحتاج ان انا اراجع وراه برضه واتاكد ان الدنيا ان هو نفذ الاوامر اللي انا طلبتها منه كويس. اوقات حرف بيغير، اوقات كلمه بتغير النتائج جدا، فراجع وراه قبل ما تكسباند على بقيه القائمه اللي انت عايز تشتغل عليها. تمام. آه طيب. وفي ناس بتعمل اوفر اوتوميشن، يعني هو بيبقى عايز، انا دايما بشوف الحوار ده، ان هو يا جماعه انا عايز ابني ايجنت يعمل لي كل حاجه. تمام. وانا قاعد ما بعملش حاجه، وهو يقفل لي الديل كمان، يعني انت فاهمين قصدي. فبيقعد يكومبلكس ويعمل اوتوميشنز كتير، فالدنيا تبوظ منه. هي الاوتوميشن دايما بتبقى iterations. ابني حته حته. عمرك ما هتعرف تبني ايجنت يقدر يعمل لك كل حاجه في السيلز، فيدور لك على الليد ويتاكد لك ان هو فت عندك، ويروح يجيب رقم تليفون ويكتب له ايميل ويرد على الايميل ويحجز لك ميتنج معاه ويخش معاه الميتنج ويقفل الديل. كل ده صعب، صعب ان انت تبنيه من مره واحده. يعني نظريا هو ده ينفع يتعمل، بس عمليا انا اللي انا شفتهم في العالم قادرين يعملوا ايجنت بيقدر يهندل كل حاجه في البيزنس، من اول العميل ما بيسأل لحد ما بيقفل معاه والمتابعه معاه. عدد قليل جدا من الناس، واللي بنوها خد منهم وقت كبير جدا في البناء. تمام. آه بس طيب. ماشي. طيب خلينا نخش على طول على السيناريو عشان الوقت. السيناريو اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، زي ما قلت لكم، انا عايز البوست ده، عايزه اول ما حد يسيب كومنت الاي اي ايجنت يروح يسحب لي بيانات اللي عمل الكومنت، بيتاكد لي اذا كان البيزنس بتاعهم بي تو بي ولا بي تو سي. ده واحد. لو هو بي تو بي، هو هيكواليفاي عندي في البايب لاين عندي. لو هو بي تو سي مش هيكواليفاي، فانا مش هحطه في البايب لاين عندي. ويبص لي على التايتل بتاع الشخص، هل هو ديسيشن ميكر ولا لا. لو هو ديسيشن ميكر هعرض عليه عرض معين، لو هو مش ديسيشن ميكر هعرض عليه عرض تاني. يعني خليني اقول لكم بسرعه. آه، المثال ده لإسكالا. احنا في الشركه بنقدم خدمات، ان انا ابني لك السيرفيس ورن ليك السيرفيس. تمام. بايديا. تمام. وعندي الكورس اللي بيعلمك ازاي تبني الجو تو ماركت انجن بتاعك وتعمل الاوتوميشن بتاعك اند سو اون. تمام. فلو الشخص صانع قرار والشركه بتاعته بي تو بي،
هعرض عليه الخدمه. لو الشخص مش صانع قرار، تمام، ومش ديسيشن ميكر، سوري، مش صانع قرار، والشركه بتاعته بي تو بي، هعرض عليه الكورس. تمام. فاللوجيك هنا الكواليفايد بالنسبه لي. طبعا الكواليفيكيشن في الطبيعي عند ناس كتير بتبقى فيها تفاصيل اكتر من كده، بس انا حبيت اعمل سيناريو سهل عشان اوريك بس بسرعه انا لو عايز اعمل كواليفيكيشن على السكوب ده اقدر اعمله ازاي. اول حاجه، الشركه لازم تكون بي تو بي. تمام. لو بي تو بي والليد التايتل بتاعه هسميها اي تي ال. اي تي ال اللي هو سي اي او، سي ليفل دايركتور، هيد. تمام. هنا هيبقى كواليفايد للسيرفيس. تمام. ولو بي تو بي، تمام، والليد تايتل بتاعه بي تي ال اللي هو بيلو ذا لاين، اللي هو هيكون بالنسبه لي مانجر او اقل بقى، دايركت سبيشالست او كده. حلو. هيبقى برضو كواليفايد للكورس. تمام. لو هو بي تو سي، من غير بقى ما تعمل اي حاجه ديسكواليفاي. تمام. يبقى هنا انا عايز اعمل سكورنج، عايز اشوف الشخص ده بيكواليفاي للكرايتيريا اللي انا عايزها ولا لا. اللي اغلب الناس بتعمله وبتغلط فيه هو ان هو ياخد كل ده ويدي الامر كله للاي اي ويقول له روح اعمل لي كواليفيكيشن على الليد ده. آم، في حين ان انا ببقى بحب اقسمها، فبقول له الاول اتاكد لي الشركه بي تو بي ولا لا. لو بي تو بي، بص لي بعد كده على التايتل. فبفصل ما بين الاكشنز او الريزنينج اللي الاي اي هيعمله عشان افويد الاي اي هالوسينيشن. تمام. طيب تعالوا نبص على الموضوع على كلي. انا النهارده هستخدم اداتين. آه لا، هما 3 ادوات. هستخدم فانتوم باستر، دايما هتلاقي في الفيديوهات بتاعتي بتكلم عليها كتير. فانتوم باستر هي من افضل ادوات الداتا سكريبنج على من لينكدين. فأداة ممتازة. آم، هعمل ايه بفانتوم باستر؟ هقول لها آم، هاتي لي البروفايل، هاتي لي بروفايلات الناس اللي عملت كومنت عندي. تمام. فسريعا كده هفتح الفانتوم، هعمل لها السيت اب بتاعها. خليني اوريكم برضو السيت اب بتاعها بيتعمل ازاي. تمام. أه هقول لها اشتغلي بالبروفايل بتاعي، فعرفتها على البروفايل وبعدين اديت لها اللينك بتاع البوست اللي انا عايز اسحب منه الداتا، اللي هو البوست ده. فانا خدت اللينك بتاعه، كوبي بوست، وحطيته هنا وقلت له اسحب لي الداتا. تمام. لحد هنا الامور بسيطه وسهله وسلسه. هو عمل ايه؟ راح سحب البيانات. 80 واحد عمل كومنت. فتمام. آم، واقدر اعمل لها اوتوميشن ان هو يرن مره كل يوم مثلا، عشان البوست اوقات بيبقى لسه الكومنتات ما خلصتش. فبقدر اقول له هنا البيهيفير، اقول له مثلا كررها لي once per day. فمره كل يوم يخش يشوف لو في كومنتات جابها بيسحبها لي وبيحطها لي عنده. فدي الخطوه رقم واحد. الخطوة رقم اتنين، أنا هروح على أداة تانية خالص وهي كلاي. كلاي للي ما يعرفهاش، كلاي هي أداة بتبني تيبلز أو بتبني إكسل شيتس. تمام. وبتقدر تربط الإكسل شيت دي بأدوات تانية. فلو أنا عايز أجيب البيانات اللي فانتوم باستر سحبها من على لينكدين، أقدر بسهولة أربط كلاي. أنا فاتح الأكونت بتاعي على كلاي هنا، هروح على سيتنجز وهقول له اعمل لي كونكت على الحساب بتاعي بتاع فانتوم باستر. هو كل الادوات دي هو يقدر يربط معاها. فانا دي الادوات اللي انا رابطها مع كلاي. فانا رابط الفانتوم باستر اكونت بتاعي هنا. تمام. وهقول بقى لكلاي روح هات لي البيانات من فانتوم باستر. تعالوا اوريكم شكل التيبل سريعا. واوريكم اللوجيك بتاعها ماشي ازاي. طيب، هو التيبل اوريدي انا بنيه. حلو. بس هوريكم الخطوات بتاعتها خطوه خطوه
بنمشي فيها ازاي. اول خطوه هو ان انا باجي على اول التيبل هنا وبقول له انا عايز السورس بتاعي يبقى من فانتوم باستر. تمام. فانا اوريدي رابط الفانتوم باستر، فبقول له ده الحساب بتاعي، فمديله الاي بي اي كي بتاعي. تمام. وبقول له روح على فانتوم باستر عندي ودور لي على الفانتوم اللي انا سحبت بيها حاجه اللي هو ويبينار، انا مسميها كده ويبينار سيشن كلاي. تمام. روح اسحب لي كل الليدز اللي هناك. تمام. واقدر اقول له كرر لي العمليه دي مره كل يوم، ما انا هناك بقول له كررها مره كل يوم، فانا عايزه يسحب لي من فانتوم باستر مره كل يوم. فانا هقول له هنا run settings، وهقول له on schedule، وهقول له ديلي الساعه 9:30 مساء، بدايه من يوم 7 مثلا، رن الريكوست ده. فهو كل مره هيروح لو لقى في حاجه جديده في فانتوم باستر يحطها لي هنا في التيبل. يبقى دي خطوه رقم واحد. خطوه رقم اتنين، هو ان هو خلاص جاب لي اسم الشخص، جاب لي البروفايل بتاعه، جاب لي اسمه، جاب لي التايتل بتاعه، جاب لي اسم الشركة بتاعته، جاب لي البيانات بتاعته على لينكدين. موضوع سهل يعني، مش صعب، لكن هو رتبها لي في التيبل هنا. وده الجزء الاولاني. الجزء الثاني جاب لي الشركة، عدد الموظفين اللي في الشركة، و تمام. طيب، انا عندي مشكله، وهي ان انا عايز اعرف اذا كان الشخص اللي عمل كومنت البيزنس موديل بتاعهم بي تو بي ولا بي تو سي. احنا متخصصين في البي تو بي. فانا عايز اعرف اللي عمل كومنت ده شركته شغاله بي تو بي ولا بي تو سي. فجيت هنا عملت انريتش او زودت اوبشن، وده اول اي اي ايجنت هستخدم فيه شات جي بي تي. هعمل الكونفيجريشن بتاعته، يعني خليني اكبر هنا. هعمل الكونفيجريشن بتاعته. اول حاجه هقول له اليوز كيس بتاعتي انا عايزك تعمل ويب ريسيرش، انا عايزك تروح تدور لي على حاجه في النت، يعني تروح اونلاين، تبص لي على الموقع بتاعهم، لان أنا عايز يخش يبص على الموقع بتاعهم. هنا هختار الموديل اللي انا هستخدمه. فانا عندي كل المودلز دي. عندك شات جي بي تي للي عايز يستخدم كلود موجود، عايز يستخدم جيميناي موجود، عايز يستخدم جروك موجود. انا بستخدم شات جي بي تي لانه الاكثر كوست افيشنت، يعني تكلفه وقيمه مقابل سعر كويسه. تمام. فانا استخدمت موديل 5.1. تمام. وكتبت البرومبت بتاعي. البرومبت بتاعي في بقى زي ما قلت لكم في السلايدز، بحط الكونتكست. الكونتكست بيقول له انت هتعمل ويب ريسيرش، مهمتك هو ان انت تشوف اذا كانت الشركه دي بي تو بي ولا بي تو سي. تمام. وطلع لي الاوتبوت بي تو بي بي تو سي او اذر. تمام. ومديله كل الانستراكشنز. البرومبت ده مش انا اللي كاتبه، انا كتبت له قلت له بص لي على الموقع وقول لي اذا كان هو بي تو بي ولا بي تو سي. ودوست هنا على جنريت. جنريت هو اللي كتب لي البرومبت، كتب لي برومبت يتماشى مع ان كلاي ايجنت يعرف يفهمه. تمام. وراح جاي مطلع لي الريزلت. هنا الشركه دي بي تو بي، هنا الشركه دي هو ما يقدرش يقرر، هنا الشركه دي بي تو سي، وهكذا. تمام. آم، وبعدين طلبت منه طلبت ايجنت تاني، او عملت ايجنت تاني، او عملت اي اي ريكوست تاني. الاي اي ريكوست كان يبص لي اذا كان الشخص ده above the line او below the line. هل هو الشخص هل الشخص ده above the line يعني senior leadership، هل هو سي ليفل، هل هو دايركتور، هل هو هيد، هل هو في بي. فلو هو في الليفل ده يبقى اي تي ال، لو هو اقل يبقى بي تي ال. حلو. لو هو اي تي ال والشركه بتاعته بي تو بي، آه عملت بقى اي اي ايجنتات. يعني انا هنا قسمت البرومبت، فعملت برومبت يقول لي بي تو بي ولا لا، عملت برومبت تاني يقول لي التايتل بتاعه مانجيريال ليفل ولا لا، عملت برومبت تالت يقول لي اذا كان الليد ده بناء على المعطى اللي فات هل هو كواليفايد للكورس ولا كواليفايد للسيرفيس. فانتوا زي ما انتوا شايفين هنا الليد اخر واحد ده كواليفايد سيرفيس ليد. تمام. والليد ده كواليفايد كورس ليد، كواليفايد كورس ليد، كواليفايد سيرفيس ليد، وهكذا.
لحد هنا الدنيا ظريفة. يبقى انا عملت اول حاجة انا كنت عايز الاي اي ايجنت يعملها، هو ان هو يقول لي اذا كان الشخص ده ماتشنج الكواليفيكيشن اللي انا عايزها. ان هو شركة بي تو بي، الشخص ده اي تي ال او بي تي ال. لو اي تي ال وديه المسار ده، لو بي تي ال وديه المسار ده. تمام. طيب الخطوة اللي جاية هو ان انا عايز اجيب الايميل بتاع الليد. تمام. كلاي مميز جدا، عشان كده بحب كلاي قوي. كلاي مميز قوي في ان هو يجيب لي بيانات الناس باستخدام مصادر مختلفة. فهنا كلاي راح دور على ايميلات الناس دي على اكتر من مصدر. تمام. ورجع لي الفاليد ايميلات اللي قدر يلاقيها. تمام. كل ده اوتوميتد. تمام. ولقالي من العشرة دول ايميلات اتنين اربعة، لقالي اربع ايميلات من العشرة. تمام. حلو. وطلبت برضو ان انا عايز اجيب ارقام التليفونات الناس دي، برضو استخدمت اداة تانية اسمها بيتر كونتاكت. في ادوات تانية زي فول انريتش، وفي الووتر فول برضو بتاع كلاي كويس. بس انا استخدمت حاجة واحدة بس هي ما جابتليش ارقام تليفونات، ولكن اقدر اوتوميت برضو ان لو الليد كواليفايد روح دور لي على رقم تليفونه، لو ما لقيتهوش ارجع لي هنا. والخطوة الأخيرة هو إن أنا عايزك تبعت لي بيانات الليد اللي أنت لقيته وكواليفاي. ابعته لي على سلاك. تمام. فأنا هنا رحت جاي قلت له روح على سلاك، بعمل برضو هنا edit، وبحط شكل الرسالة اللي أنا عايز أكريتها. بقول له اعمل لي بوت جوه سلاك يبعت رسالة بتقول اسكالا نيو ليد. وده شكل الرسالة. التايتل بتاعها هيبقى نيو كواليفايد ليد، وحط لي فيها اسم الشخص، وبقول له اسم الشخص اللي موجود في الكولوم ده. البروفايل بتاعه اهو، التايتل بتاعه اهو، وابعت لي البيانات دي برقم تليفونه وايميله ان لقيته. ابعته لي على سلاك. تعال نبص عليها في سلاك بسرعة. دي شانل انا عملتها مخصوص عشان اوريكم فيها الليد بيجي ازاي. كل واحد لاقيه بعت لي البيانات بتاعته بالتفاصيل اللي احنا اتفقنا عليها. تمام. ف فكل مره بقى حد يكومنت. تمام. انا كده عملت الاوتوميشن بتاعها. هيروح ياخد البروفايل بتاعه يوديه على فانتوم باستر، فانتوم باستر يروح على كلاي، كلاي يبص لي على البروفايل بتاعه، يطلع لي التايتل. التايتل بيحصل عليه فاليديشن، الشركه بيتعمل عليها فاليديشن يتاكد ان هو بي تو بي ولا بي تو سي. وبناء عليه ناخد الديسيشن، نعرض عليه السيرفيس ولا نعرض عليه الكورس. اجيب بيانات الشخص، ايميله ورقم تليفونه، وابعت على سلاك. الاوتوميشن ممكن يروح لسيناريوهات ابعد من كده. انا اقدر احطه جوه ايميل سيكونس، احطه جوه كامبين، ابعت له لينكدين كونكشن، ابعت له مسج، ابعت له آه اي حاجه. فالسيناريوهات كتير قوي. تمام. انت تصور معايا ان انا عندي اوبشنز ان انا كونكت حاجات كتير قوي بكلاي. آم، بشكل بشكل يعني ما كناش بنشوفها قبل كده. دلوقتي الادوات دي بقت اسهل من اي وقت فات. تمام. بس ده كده باختصار شديد. انا مش هطول زي ما وعدتكم عن الساعة 10، ولكن قبل ما انهي وافتح باب الأسئلة، احنا عاملين للي مهتم بالمجال بتاع الجو تو ماركت انجينيرنج، وهي ان انت توتوميت اكتيفيتيز ليها علاقه بالسيلز والماركتنج، خصوصا لو انت شغال بي تو بي، باستخدام الادوات اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء بقى كلاي، سواء سمارت ليد، هي ريتش، وغيرها، واساليب الكتابه واساليب السكرابنج والفانتوم باستر وما الى ذلك. احنا مغطيينه في الجو تو ماركت انجينيرنج ماستر كلاس. انا شايف ان هو من البرامج المميزه في الماركت بتاعنا. بشرح فيه احنا الاستراتيجيز بتاعتنا بنشتغل بيها ازاي في الشركه. المحتوى بتاعه تقريبا معدي ال 15 ساعه، مسجله مش لايف.
وكل اسبوع بنعمل سيشن يوم الخميس، بتبقى لايف سيشن بنغطي فيها مواضيع جديده. وبنجيب جاست سبيكرز بقى من تولز زي فانتوم باستر. يعني جبنا سليم سراج الجو تو ماركت انجينير من فانتوم باستر، جبنا البرودكت مانجر بتاع سمارت ليد، وهكذا. فان شاء الله يعني تكون موفقه فيها. احنا كده كده هنبعت لكم تفاصيل الجو تو ماركت انجينيرنج ماستر كلاس، بس حبيت اعرفكم بيها. اللي مهتم اما يبعت لي على اللينكدين، او احنا ان شاء الله هنتواصل معاكم على الواتساب مع الويبينار ريكوردينج. تمام. عايز بقى اسيب مساحة للأسئلة. آه، لو تقدروا تسيبوا كومنت بسؤالكم، او ترفع ايدك. عندنا يوسف اهو معانا. معاك يا يوسف، ممكن تشيل الميوت وتقول سؤالك، او اللي عايز يسأل ممكن يسيب في الكومنت سؤاله. يوسف ممكن اون ميوت. تمام. السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ حبيبي يا يوسف. إيه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ طيب انا عندي سؤالين في قطاعين مختلفين. تمام. قطاع العقارات، لو انا معايا يعني سورس الداتا موجوده، يعني الداتا دي موجوده في السوق يعني، بس المستهدف البرودكت اللي ينباع في ريل استيت هو هنا في الامارات يعني. وعقارات يعني لاكجري، مش حاجات ايه، يعني حاجات غاليه يعني فوق يعني بنتكلم مثلا فوق 100 مليون يعني. فهل تمام. طريقة الاستهداف نفسها ممكن تمشي بنفس السيكونس دي، سيكونس الإيميلات أو كده، لاستهداف الناس اللي موجود الداتا بتاعتها في الماركت ده؟ هل ايه ممكن يكون فيها ايه شكل الداتا اللي متاحة اللي معاك؟ الداتا دي الداتا موجودة في السوق يعني، داتا تبع هي لا داتا يعني هي بيبقى غالبا، انا اللي بعرفه ان هو غالبا بيبقى اسم الشخص وايميله، معيش حاجة تانية. بالظبط اسم تمام. الشخص والإيميل ورقم التليفون. ومعلومات بقى، في معلومات سابقة ان الشخص اشترى فين قبل كده، و يعني ايه البورتفوليو بتاعه، ان هو ايه الاماكن اللي اشترى فيها يعني. طب انت عايز تبعت له ايميل؟ يعني انت شايف ان الايميل ممكن يفيد في القصة دي؟ لا، ما انا بسأل في الموضوع ده استشارة بس، يعني عايز اعرف هل يعني وجهة نظرك في الموضوع ده ممكن دي طريقة او تول ممكن يعني يعني يكون ليها تأثير او نجاح في الموضوع ده، او نفس الموضوع بتاع البي تو بي ممكن يمشي في الماركت ده ولا لا؟ بص، رأيي انا ما عنديش اجابة واضحة، بس احنا جربناها قبل كده. اشتغلنا مع ناس في الريل استيت، مم. كانوا بيستهدفوا ناس مصريين من اسكندرية عشان المشروع في اسكندرية. بيتارجت مصريين مغتربين، يعني في السعودية، في الإمارات، في أمريكا وما إلى ذلك. وعرفنا نجيب الداتا بتاعتهم وعملنا عليها إيميل كامبين، وكانت كويسة يعني. كانت الناس مبسوطة لأن هم كان جديد عليهم إن يحصل الأوتريتش على الإيميل. تمام. فجابت هو ريزلتس. البروفايل بتاع الشخص اللي ممكن يجي، او اللي عايزين نبيع له الاماكن ديت، هو شخص يعني بنسبة كبيرة ممكن يكون اجنبي، شخص غني معروف مشهور بيدور على سكن للمعيشة النهائية، اللي هو ايه، ممكن في التقاعد او كده. لان اللوكيشن نفسه يعني حاجة كده في جزيرة السعديات لو تعرفوا يعني، حاجة اصلا من التوب بص، في الماركت يعني. في صعوبة الإجابة، اصلا في بيعها وكده. هقول لك مم. الإجابة النهائية أعتقد تشتغل. بس هي الفكرة هحتاج أبعت قد إيه، وفي وقت قد إيه، وهتكلفني قد إيه. فهي to be tested. يعني أنا شايف إن هي تجربها. جرب القنوات المختلفة: إيميل، لينكدين، واتساب، فون كولز، وشوف أي من القنوات بيجيب يعني بيجيب ROI أحسن، وركز عليها. انا بس عايز اموف لسؤال تاني. بس انا بصراحه في الريل استيت تمام مش خلاص. مش يعني ما مش فيش مجال، مشكلة. مش خبير فيه قوي، مش عارف اقدر افيدك فيه ولا لا. بس لو في حد من الناس اللي معانا عنده انبوت على سؤال يوسف، ممكن يجاوبنا في الكومنتس. خلاص تمام، ممكن أسأل سؤال تاني بس سريع؟ بص، انا هحتاج اخد اسئله تانية، خلاص معلش. تمام، اكتب خلاص في تمام، الشات. خلاص ما فيش ماشي. مشكلة. تمام خلاص تمام. انا شايف في حد كاتب محمد حواس. ايمان، انا هرجع لك. اقدر اجيب رقم تليفون الكونتاكت. في الادوات اللي انا اتكلمت عليها، لو اللينكدين بروفايل بتاعه موجود، اقدر اجيبه.
آه تمام. إيمان السيد، ازاي بتحل المشكلة دي؟ علشان لما رجعت وراه مانوال على كلود طلعت بنتيجة تانية. انا عمري ما حطيت برومبت وطلع لي 100% اجابات صحيحة. عمرها ما حصلت. تمام. دايما بيكون في مارجن ايرور، او في يعني نسبة خطأ. انا متقبلها، اللي هي ممكن تكون 5% 10%. آه، وتاني حاجة عشان أتأكد من إن أنا أقلل الغلط، هو إن أنا هحتاج أرن على خمسة وأبص على الخمسة. تمام. لو لقيت النتيجة مش مرضية، هرجع للبرومبت وأغير فيه الجزء اللي يطلع لي اللي أنا محتاجه، وأقعد أغير فيه لحد ما ألاقي الدنيا ظبطت معايا. تمام. محمد حسين: can Clay work on other social media platforms like Instagram or only LinkedIn؟ آم، اعتقد بيشتغل. انا الصراحه لو انا عايز سكريب من انستجرام مثلا، انا بستخدم فانتوم باستر. يعني انا دايما بستخدم سكريبر، لان كلي مش سكريبر. يعني كلي ما بيسحبش الداتا. كلي اجريجيتور، كلي بيكونكت تولز ببعض. فانا بستخدم فانتوم باستر ان هو يسكريب فولورز مثلا على لينكدين او فيسبوك جروب او ما شابه. فانا لا، في اجابتي على سؤالك يا محمد يا حسين، other social media platforms ممكن فانتوم باستر، وممكن ابيفاي. ابيفاي بيسكريب برضو من سوشيال ميديا بلاتفورمز كويس. تمام. سلمى سيف: can I upload an existing LinkedIn account to Clay instead of scrapping؟ ينفع ابلود. يعني ينفع يبقى انا معايا اكسل شيت وانا اعملها مانوال و... وابلودها من غير ما اكون بعمل سكرابنج عادي. احمد جو براند: لو عندي شركة تصدير لمنتجات غذائية، ازاي اقدر اجيب كواليفايد ليدز؟ كلم سكارلا يا باشا يعني. آم، شركة تصدير لمنتجات غذائية، هي الستبس ممكن اقسمها لك. انت محتاج تحدد مين العميل المثالي بتاعك، التايتلز بتاعتهم، اكتب لهم كذا شكل للاوفرنج بتاعك. وابدا اتواصل معاهم. غالبا هتكلم الامبورت والامبورت امبورت واكسبورت مانجرز في دول تانية انت عايز تستهدفها بكم كافي. لان لو انت بتبعت 5 او 10 ايميلات في اليوم، ده انا شايف ان هو مش كافي. في 2026 انت هتحتاج تبعت اكتر، وتبدأ تشوف المسج اللي بتجيب نتائج. ركز على المسج دي وزود منها، وان شاء الله يجي لك ريزلتس. وبرضو انصح بشدة المالتي تشانل، يعني اعتمد على ايميل، لينكدين، فون كولز، عشان البايب لاين دلوقتي بقى اصعب من قبل كده. آم، يوسف جمال: ممكن استخدمه على فيسبوك او واتساب؟ مع بص، ما اعرفش هو بيكونكت على فيسبوك ولا لا، بس اعتقد فيسبوك ضد الاتمته، فما عنديش اجابه على ده. واتساب برضو ما عنديش اجابه، لان ما فيش دايركت انتجريشن ما بين كلاي وواتساب. بس في دايركت انتجريشن ما بين كلاي وتولز بتكونكت مع الواتساب، فزي ليمليست مثلا. لو انا هستخدم اداه زي ليمليست، الليمليست بتكونكت على الواتساب وتقدر تبعت منها رسائل. احمد جمال: لو انا مهندس في قطاع الكونستراكشنز، اقدر اجيب ارقام الكواليفايد ليدز سواء كانوا مشتريات او مكتب فني؟ ابني الليسته الاول على يا اما من جوه كلاي يا اما من جوه لينكدين. ابني التيبل بتاعك على كلاي، واطلب من كلاي ان هو يروح يدور على بيانات التواصل بتاعتهم من التولز المختلفه. آه، this does work. يوسف: Uh, this does work. It's part of a big campaign. House viewing event is one of your real estate invitations sent out via this engine, etc. MAK: اعتقد الرسالة دي موجهة ل... ل... اعتقد يوسف. ف... فتمام. ثانك يو. ماشي. طيب ايمان، انا فاكر ايمان كانت رافعة ايديها. لو موجودة معانا، انا مش شايفك. ارفع ايدك تاني يا ايمان لو موجودة. آم، ايمان مش موجودة. طيب سيف يسري. سيف،
ازيك يا هيما؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ازيك يا مدير؟ عامل ايه؟ كله تمام والله، الحمد لله. انا عندي سؤال، بس سؤال فني شويه يعني. طبعاً. انا شغال في شركه فينتك وبي تو بي، يعني بي اوت سوليوشن، حاجات تحويلات وكده. ف شركة ايه؟ بي اوت سوليوشن باي اوت، اوكي ماشي. في الفينتك، يعني مجال التحويلات الماليه والكلام ده كله. ماشي. ماشي. منت. لا، اسمها اكسس. تمام، عارفه. ماشي. ف عارف انت لما ساعات بحس ان الشركات بتخلص. انا كلها مانيوال، انا بشتغل مانيوال بس للاسف حاليا، بس كنت واخد مم. الكورس بتاعك برضو في الاول خالص، اللي هو الريكوردد يعني. كنت بس انا ما عملتش الحاجات الاوتوميشن. انا شغال بعرف اجيب الكونتاكت كويس قوي من مم. تولز كتيره جدا. ماشي. مم. جيت كونتاكت بقى، لوشا، مش عارف، ابولو، الكلام ده كله، بس الابولو بقى مقفول دلوقتي. ايوه. ف وبجيبها مانوال، بشوف الاندستري اللي انا عاوزها. وعارف انت، بشوف الشخص السي اف او، انا بتعامل دايما مع السي اف او او سي او، الكلام ده كله. وبعد كده نمضي مع بعض والكلام، او اكلم، اجيب رقم تليفونه واكلمه، ما بعتش حتى ايميلات، الكلام ده كله. بس انا ساعات كتيره بحس ان هو في بلوك كده، الشركات خلصت، انا عاوز ازاي افتح بقى على نفسي، اجيب اكتر شركات كتيره او الكلام ده كله، وابدا في موضوع الاوتوميشن ده واحده واحده. يعني نصيحتك ايه؟ بص، مبدئيا انا في وجهة نظري برضو نصيحة يا جماعة: ما تautomateش حاجة انت مانيولي مش ما بتعرفش تجيب بيها نتائج. يعني سيف واضح ان هو بيجيب نتائج من المانيوال ورك، بس هو تقريبا خلص داتا، او هو مش شايف في داتا تانية عارف يطلعها، فغالبا البلوك هنا. نصيحة رقم واحد: ما تشتغلش على ان انت تautomate حاجة انا مانوالي ما بعرفش اجيب بيها ريزلتس. يعني انا مش عارف هو التراك ده لو انا عملت فيه اوتوميشن هيجيب لي نتائج ولا لا. اشتغل الاول مانوال، اللي انت هتبقى قريب قوي من التاسك، هتبقى حاسس بيها، شايف ايه الاخطاء بتاعتها، فاهم هي اتبنت ازاي. التراك ده لو عارف ان هو، لو انت عارف ان التراك ده بيجيب لك ريزلتس، خلاص اوتوميتها. يعني انت عارف الستبس بتاعتها، فقادر تبني اوتوميشن لوجيك مظبوط. صح، حلو قوي. آه، بما ان سيف خد الكورس بتاعي، فاكيد يعني راجل جامد في الاوتريتش، فعارف يكتب مسجز، عارف يطلع عارف يطلع نتائج. البلوك بتاعك كلنا بنعدي بيه يا سيف. بس I don't think ان البي اوت سولوشنز التام بتاعه، التوتال ادريسبل ماركت بتاعه صغير. يعني انا اتوقع انت هنا عندك كم كبير جدا من الشركات. انا ما اعرفش التارجتنج بتاعك، هل انت حاطط فيه عدد موظفين كبير؟ لان اكيد انت عشان تعمل بي اوت وتبدا تكسب منه وتكيت، انت عايز مثلا شركه بتاع عندها 200 300 500 موظف عشان الديل يبقى منطقي. فهل انت عامل تايت تارجتنج فمصغر التام، ولا انت فاتح اي شركه وخلاص؟ بص، احنا عندنا هي مش البي اوت ده، مش بس مرتبات. لا، هو انا كده ابقى شركه بيرول، فانا لا، انا عندي كذا اندستري. يعني مثلا عندي الاي كوميرس، مثلا شركه الجزء بتاع الاي كوميرس، انا شغال معاه على يوز كيس معينه اسمها الريفند على الكاش اون ديليفري اوردرز. ماشي. واللي عنده بس ميرشنتس ممكن برضو تخليهم يبي اوت عليه. انا عارف بس الويب سايت يعني دي بتاعكم. بت... اه دي بتبقى بس احنا هنا في كومبيتيشن صعبه جدا، غير الشركات اللي بتعمل نفس البرودكت. انت مع شركات، مع البنوك نفسها، في ناس كل تحويلاتها مثلا شركات بس. فيقول لك لا، فده خلاص، احنا عارفين مثلا دي مقفوله، هو مش هيحول غير مع البنك. صح. تمام. فانت بتبقى محتاج لحول لاكتر، لحد بيحول لافراد كتير، سواء الافراد دول بقى بيرول، هم مش التامينات ومش عارف الكلام ده كله. ماشي، فريلانس كتير، الكلام ده كله. يعني مثلا الحمد لله لسه ماضي ديل مع شركه جلوبال اسمها بلاستيك بانك، لو تسمع عنها. تعامل مع كوليكتورز دايركت، تعامل مع اكتر من 2000 كوليكتور الحمد لله. تمام. الناس اللي جايه زبائن والكلام ده، فانا بتعامل مع ناس دايما بتحول لحسابات افراد اكتر من ان هي حسابات شركات او الكلام ده كله. طيب، بص خليني اقول لك انا لو مكانك ايه اللي انا هعمله. مهم. واحد: بلاش تعتمد على مصدر داتا واحد. لان لو انا خلينا ناخد مثال. لو انا بعتمد على ابولو بس، ابولو نسبة الكفرج بتاعته بتكون 30 40% من الماركت اللي انت عايز تستهدفه. مهم. فمن اصل كل 100 ليد انت بتحاول تدور عليه، بيطلع لك 30 40%. طب الباقي بيتحرق، انا مش عارف اجيب لا ايميل ولا رقم تليفونه ولا. هنا بيجي دور الفول ووتر فول انريتشمنت. عشان كده كلاي بقى مميز قوي. انت تقدر تخلي كلاي يروح يدور على مصادر تانية غير ابولو بس بسرعة. فتقول له روح دور لي على 20 داتا سورس وارجع لي بالايميل بتاعه. مهم. فواحد: نوع مصادر الداتا بتاعتك. اتنين: الليد اللي انت بعت له من 3 شهور ده ما اتحرقش، هو ما ردش عليك عشان it was not the right time.
ابعت له مم. تاني بعد الكورتر، وغالبا مش هيفتكرك على فكره. يعني الناس دايما بتبقى فاكره ان انا بعت الليد ده اوريدي وما ردش فما كانش مهتم. ده مش معناه ان هو مش مهتم فور ايفر، ده معناه مم. ان هو ما كانش مهتم في الوقت ده. تمام. تمام. ما عندوش نيد في الوقت ده. بعد 3 شهور ممكن البادجت اتغيرت، ممكن اللي كان بيشتغل معاه وحش فهو بيتشرد من حد تاني. صح. تمام. طب انا اسف ان انا باخد من وقتك كتير والله، بس انا عندي تعقيب صغير بس. انا هو قصدك السورس اوف داتا هنا؟ انا مثلا معتمد، انا كل برضو حته السورس اوف داتا دي نقطه فاليد جدا، بس انا كل تركيزي انا عندي تولز كتيره منها لوشو جيت كونتاكت والكلام ده كله. بس انا فعلا اعتمادي الاكتر على لينكد ان. بس هل ده قصدك ده كسورس اوف داتا؟ طبعا. لينكدين. ماشي. لينكدين مش جواه. عليه كل الشركات طبعا، انا عارف. انا اعتقد يعني واحنا بنتكلم على مصر جواه مثلا 20 30% من الماركت. امم. يعني انت فاهم، حلو. جواه من الاخر الناس اللي بتستخدم ايميلز وبيتكلموا انجليزي امم. وبيابديتوا البروفايل بتاعهم وخارجين. انما انت عندك قطاع مثلا صناعي موجود في العاشر من رمضان و6 اكتوبر وبرج العرب. امم. دول انت ما لمستهمش الناس دي. حلو. ما في مصانع كتير قوي مش موجوده على لينكدين. صح. فالسورسز هنا انت ممكن تروح لديتا دايركتوريز لوكال زي يلو بيجز وجوجل مابس، تجيب ايميلات المصنع. سربرايزنجلي المعلومه للناس اللي معانا، الجينيريك ايميلز اللي هي انفو كونتاكت اس اوقات بتجيب ليدز اقوى بكتير من ان انا ابعت للسي او مباشر. لو مصنع فيه لو مصنع فيه مثلا 100 عامل، وهي مهم. الوايت كولرز اللي فيهم هم 4 5، غالبا الانفو ده بيجي عليه ريكوست السيلز اللي بيقول لهم يا جماعه انا عايز طلبيه وابعتوا لي كونتينر وما اعرفش ايه. فالسي او بيشوف، او السكرتيره بتاعتها بيبقى فيه جيت كيبر، بس الميل ده بيتبص عليه. فنصيحه، انفو كونتاكت اس والايميلات اللي هي على الويب سايت اللي الناس كلها شايفه لا انا عايز السي او على طول، لا الايميلات دي مم. بتجيب يا جماعه اوقات كتير جدا وياما قفلت بيها ديلز. فنوع من المصادر، ما تعتمدش على لينكدين بس انا ما تعتمد. الصراحه حابب فعلا اجرب حاجه الايميلات وكده، عشان انا اغلب تعاملي تليفونات الاول. فالتليفونات بعد كده نبعت بقى الايميل والكلام ده كله، بس بعد ما كنا اتفقنا وظبطنا ميتنج مثلا والكلام ده على التليفون، لان هي الصراحه بتجيب اسرع بكتير من الايميل يعني. بص، مالتي تشانل يا باشا. انا راجل طول حياتي عايش على الايميلز مهم. ودايما بسبورت الايميلز. ولكن المالتي تشانل النهارده يعني كل قناه بقت خلاص ساتوريتد، بقى فيها زحمه. الكولز بقت ساتوريتد، الايميلز بقت ساتوريتد، اللينكدين بقى ساتوريتد. فانا مهم. بحتاج اوصل مع الليد على اكتر من قناه عشان ازود فرص واحتمالات ان هو يرد. في حد بطل يرد على حد كولد على الايميلز، وفي حد بطل يرد على ارقام غريبه، وفي مم. ناس بطلت ان هي تاكسبت كونكشنز على لينكدين من ناس غريبه من كتر ما بيتباع له. صح. فحلها ايه؟ حلها اولا ان انت تحسن الريسيرش بتاعك، تحسن من الكوبيز بتاعتك، تزود فاليو في الكلام اللي انت بتعمله. ده واحد. اتنين، مالتي شانل. مالتي شانل مم. غايه غايه في الاهميه. انا بس عشان مش عايز اطول، عندي مم. كوميتمنت. لا شكرا جدا يا ابو، والله مش عارف اقول حبيبي، لك ايه، كده كده شكرا. ابعت لي على لينكدين. انا يعني بتاخر شويه في الرد، بس ابعتوا لي يا جماعه لو في حد عنده اسئله. هادي حربي حضرتك، دليل الشركات الكوم كومباس هل هو كويس؟ والله ما اعرفش، انا بشوف اعلاناته الصراحه بس عمري ما جربته. جربوها. انا الصراحه بحب جوجل مابس، بسحب منه بكلاي وبطلع منه ايميلات ظريف جدا وببلاش. لو حابين ممكن نعمل عليها سيشن تانية. انا حابب انهي السيشن هنا. انا شايف في 33 واحد مستحمليني لحد دلوقتي. بشكركم. اتمنى ان السيشن كانت مفيدة. يعني اعملوا لي اي ايموجي تقول ان انتوا اتبسطتوا او استفدتوا. انا اكتف جدا على لينكدين. تابعوا المحتوى بتاعنا. التيم عندي برضو هيكون اكتف برضو في المحتوى، فتابعوا التيم. عندي تيم ممتاز. باي ذا واي احنا فاتحين باب انترنشيبس للناس اللي عايزه تجوين الجو تو ماركت انجينيرنج كارير. لو مهتمين ابعتوا لي او ابعتوا لمحمد رجب في التيم بتاع اسكالا. هو اللي هيقون الحته دي. وان شاء الله هننزل بوست بيتكلم على موضوع الانترنشيب ده، فشير بقى الموضوع للناس اللي ممكن تكون مهتمه. بس
بشكركم، وانا دايما شايف نفسي على قدي ولسه بتعلم، فببسط لما بلاقي ان في ناس مهتمة ان هي تتعلم مني. يعني فخور بده ومبسوط بده، وشكرا ليكم. اشوفكم على خير. ويبينار تاني احنا غالبا هنكثف بقى الفترة الجاية كونتنت ويبينارز وكده. لو مهتم بالجو تو ماركت انجينيرنج ابعت لي، او هيجي لك كده كده ابديت وفولو اب من التيم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.